مين؟ مين انت؟ انا مش مين؟ مين انت؟ انا مش فاتش نفسي. اوعى كده، ايه اوعى يا جدع، انت في ايه؟ خلاص يا جدع، فتش نفسي ازاي؟ انت حرامي ولا ايه؟ بس كده انا بكلمك فتش نفسك. فتش نفسي؟ حرامي. ما انا كل ما بيحسبها حرام بس كده. اوعى يا جدع انت. يا جدع ما تحطش ايدك في جيبي. يعني ايه يعني كده فتش نفسك؟ لا 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 لا. بقول لك ايه، اتكل على الله عشان مش عايز اذيك. اذن مين يا عم؟ انت شايف؟ اوعى ايدك من جيبي. بقول لك ايه؟ بقول لك انت ايه؟ بقول لك كده. بص، بقول لك مش عايز اذيك. خلاص خلاص هتلم نفسك ولا لا؟ خلاص مش هسيبك. خلاص مش هسيبك. خلاص امشي، خلاص مش قوم قوم تعالى. انا مش هسيبك الا بسلمك في الاسم. يلا عارف طريق الاسم ولا حد يوصفه لنا؟ يلا خلاص حرامي تسرق مين يالا؟ حد ماسك فيك وانت مش شايفه، ازاي تتعامل معاه في حاسه اللمس؟ انا مين عادل، مدرب دفاع عن النفس. هتعمل ايه وهو جاي ماسكك بالشكل ده؟ كل اللي انا هعمله ان زي ما انا قلت ايه قبل كده وانا مش شايفه، الدليل ايه؟ ايدي هي اللي هتخليني اروح لنقطه الضعف. نقطه الضعف اللي انا عايز اروح لها النهارده اللي هي فين؟ اللي هي اسفل الرقبه، الحنجره، اسفل الحنجره، الحته الفاضيه اللي تحت الحنجره. بضغط عليها بالشكل ده. مجرد ما انا بضغط عليها بالشكل ده، ايده بعدت لورا شويه. اول ما ايده بتبعد لورا هو بيسيب القبضه، ايده اتفكت. همسك اي صباع وهلفه في اتجاه الكسر، وانت كده هتبقى مسيطر عليه، وانت كده ممكن كمان تمشي بيه لو عايز. تاني وهو ماسكني بالشكل ده، ايدي راحت للدليل اسفل الحنجره، ضغطت، ساب، مسكت صباع، لفيته بالشكل ده. حد يجي يقول لي طب وانا في وقت الموقف هل هعمل كل الخطوات دي؟ بص، انا لو عملت لك الخطوه بسرعه او انا عملت لك الحركه بشكل سريع، انت هتقول لي ما حيناش نعرف حاجه وبطئها شويه يا كابتن، صح؟ لكن اكيد انا وقت الموقف وحد ماسكني مش هقول له 1 2 3، هعمل الحركه كلها في خطوه واحده. لكن احنا بنجزأها عشان نفهم الحركه بتتعمل ازاي. رد دايما على السؤال ان انا في الموقف مش هلحق اعمل كل ده. كل ده انت مع السرعه بتبقى خطوه واحده، ما بتستناش ان انت تقعد تجزأها. لكن اكيد لما حد هيجي يمسك فيك او حد هيجي يتخانق معاك مش هتقول 1 2 3، مش هتعملها بالتقسيم ولا بالبطء ده. لكن انا عمري ما هعرف اعملها بسرعه الا لما الاول اتعلم اعملها ببطء. تمام؟ طيب لو انا بقى في مكان مظلم، لو انا عندي مشكله في الرؤيه لاي شخص كفيف او ضرير وحد مسك فيه بالشكل ده، ايده راحت في جزء من الثانيه، لان دايما الشخص الكفيف عنده حاسه اللمس والاحساس والسمع اعلى بكتير من الشخص العادي، ففي ثانيه هيعرف يوصل للنقطه دي لو هو عارف ومتدرب على الحركه دي كويس. زق ورا، جاب الصباع، نزل بيه بالشكل ده. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه، وما تنسوش صور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا واوعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.